السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده إن شاء الله الفيديو الأول في منهج جريد 2 كونكت. مين اللي بياخد كونكت أو كونكت زي ما الناس بتقول؟ حكومي، عربي خاص، لغات، تجريبي، كله بياخد الايه؟ المنهج ده. تمام؟ بعد كده في كونكت بلس بقى، والازهر العادي والازهر النموذجي. فأي حد بيتعلم في مصر بياخد المنهج ده. طيب، نزلت فيديو من شويه ان احنا لازم نستغل الاجازه. حد سالني طب انا هجيب كتب منين؟ لو رحت المكتبه دلوقتي هجيب كتب مش هلاقي كتب. فعلا المعلومه صحيحه. لو انت عايز تبدا مؤقتا يعني ننشط ذاكره الولد او البنت، اي حد معرفه هتجيب منه كتاب المعاصر بتاع السنه اللي فاتت عشان تبقوا عارفين. اولى، تانية، تالتة، المحتوى زي ما هو، ورابعه كمان المحتوى زي ما هو، لكن الكتب بتعمل ايه؟ بتغير في طريقة عرض المحتوى. يعني معنى ايه؟ يعني بتغير الحاجات، لكن المحتوى واحد في الكتاب القديم زي الجديد زي كله، لكن بتغير طريقة عرض المحتوى بس. لكن خمسة وستة في تغيير طبعا. زي ما الوزير بيقول. النهارده هناخد اول درس او اول وحدة بتقول هو ام اي. هو عامة هو ام اي في كل الايه؟ في كي جي 1 وكي جي 2 جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. الوحدة الأولى في كل الايه؟ السنين. بتكلم الطفل ازاي يتعرف عن نفسه، عن عيلته، ازاي يسأل حد عن اسمه، عن شخصه، عن عمره وهكذا. تعال نشوف أول درس عندنا بيقول، أو الوحدة كلها بتقول هو ام اي. طبعا ده سؤال. هو ده أداة استفهام، تسأل مين؟ عن الشخص العاقل. من؟ بتسأل عن الشخص العاقل. ام فيرب تو بي. طب ليه حطينا ام مش هي ولا مش از ولا ار؟ عشان في اي. انا اي. نعمل ريفرش كده على المعلومات بس على السريع ونقول ان فيرب تو بي ليه ثلاث اشكال: ام واز وار. الام بتيجي مع الاي، اي ام انا اكون، والاز بتيجي مع الهي والشي والات، والار بتيجي مع الوي والذي واليو. تمام؟ احنا في العربي بنقول انا محمد، انا احمد، انا ابراهيم، انا علي. لكن في الانجليش ما ينفعش اقول انا كده، ما ينفعش اقول اي محمد، لازم احط انا اكون. اكون دي يعني ايه؟ يا اما ام، يا اما از، يا اما ار. طب الام بتيجي مع مين؟ معايا انا اي بس. I am محمد، I am a teacher، I am a nurse، I am a doctor، I am an engineer. تمام؟ طب الاز بتيجي مع مين؟ الاز بتحب المفرد، الاس بيحب المفرد. he is هو يكون، he is my father، she is my mother، it's my cat. تمام؟ الهي مع العاقل المذكر، والشي مع العاقل المؤنث، والات مع الغير العاقل سواء مذكر او مؤنث. طب الار برضو معناها يكون، بتيجي مع مين؟ we are نحن نكون، they are هم يكونوا، you are انت تكون او انتم تكونوا حسب استخدامك للجمله مفرد او جمع. طيب، يونت 1 lesson 1. الدرس الاول بيقول ايه؟ اسمه meet my family. meet my family. تعال نفصص العنوان زي ما احنا اتعودنا. meet يعني يقابل. my بتاعتي انا. my ضمير ملكيه بيدخل على اي حاجه يخليها بتاعتي، عامل زي ياء الملكيه في العربي. قلم حط ياء، قال مي بتاعي انا. اب حط ياء ملكيه ابي. ام حط ياء ملكيه امي. فصل فصلي. كتاب كتابي. قلم قلمي. هي الياء هي دي ياء الملكيه. لكن هنا في الانجليش بتيجي قبل الشيء المملوك. فين الشيء المملوك؟ هنا. فاميلي عيلتي. ميت قابل، ماي فاميلي عائلتي بتاعتي انا الخاصه بي انا. يبقى ترجمنا العنوان وحفظنا الكلمات. تعال نشوف الصوتيات اللي فيها. ميت الاي بتعمل لونج اي. ميت احنا عارفين الاي لها صوتين، ايه واي. تمام؟ اللي واخد فونكس هو اللي هيفهم انا بقول ايه، لكن مش واخد فونكس رجاء 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 خد الاول كورس صوتيات مع اي حد وبعد كده اشتغل منهج عشان مش تبقى تايه. الاي بتعمل لونج ميت، بتعمل اي زي مد بالياء. ماي الواي في الاخر بتعمل ايه؟ بتعمل لونج اي. ماي فلاي تراي سكاي. طيب، فا شورت اي ميلي، والواي في الاخر بتعمل لونج اي. فاميلي فاميلي. اوعى تقول فاميلي.
ال هنا جاي قبلها حرف متحرك، والال لما يجي قبلها حرف متحرك بنطقه كده ال. meet my family، قابل عائلتي. اكيد مليون في المية الدرس ده هيعلمنا الافراد العائله. تعال نشوف الكلمات او الفوكابولاري. listening and speaking، الاستماع والتحدث. تعال نشوف الكلمات اللي عندنا في الدرس ده ايه. اول كلمه عندي بيقول لي my family، ودي معناها عائلتي. my قلنا الفونكس اللي فيها family، عائلتي. تمام. تاني حاجه عندي grandparents، grandparents. تعال نشوف هنا الجي مع الار جرا، والاي شورت اي جراند، والاي ساكن اي هنطق حرف الاي باسمه اي. هنا قلناه بصوته هنا قلناه باسمه اي. ليه؟ الحاله الاولى من اللونج اي صوتيات، اي كونسونانت اي او اي ساكن اي. باي ما تقولش با، بسمعها كتير من الناس يقول بارنتس. بيرنتس، بيرنتس. جراند بيرنتس يعني اللي هم اجداد الايه؟ جدي اللي هو ابو ماما او ابو بابا. طيب مين اول واحد عندي؟ جراند مام او جراند با، ده جدي. خد بالك ما تنطقش الدي هنا. في الامريكان اكسنت بعمل دروب للدي. الدروب يعني ايه؟ ما بنطقهاش. امتى؟ لما يكون قبلها حرف الان وراها حرف ساكن. جراند با وراها اي حرف. جراند با، جراند با، ما تقولش جراند با، لا جراند با يعني جدي ابو بابا. طيب بعد كده جراند ما يعني ايه؟ يعني جدتي. تمام. بعد كده مين اللي بعدهم في العيله؟ اكيد parents، parents يعني اللي هم مين؟ اللي هم بابا وماما. يعني انا في يوم قلت لك this is my father، this is my mother، انا مش عايز اقول دي مامتي ودي بابا، هقول لك دول ايه؟ والدي. هقول لك ايه؟ these are my parents. parents شرحناها فوق، A ساكن E لونج A واس الجمع. parents، وهتقول parents، parents. بعد كده مين؟ البيرنتس دول مين؟ يا اما بابا father او ماما mother. واوعى تعمم الاثنين زي بعض، ما تقولش father وماذر، لا father الاي هنا بنطقها مفخمه، وخد بالك التي اتش بنطقها ذا ده دايجراف. تمام. او دايجرافز. father ما تقوليش father، ما ترفعش الاي ار اللي فوق، اعملها ستريس تحت. father، father تحت، father مش father، father. نفس الحكايه الاو هنا هنطقها زي الشورت يو. mother برضو الاي ار اعمل mother، ما تقولش mother، يبقى مش mother وفاذر ولا mother وفاذر، لا كل حاجه لها نطق. father mother. طيب في مين تاني في عيلتي؟ اكيد خالي او عمي. اسمه ايه خالي او عمي؟ اسمه uncle. اليو صوته مع الان ان، والسي هنا بنطقها كي uncle. ولما تلاقي ال اي في اخر الكلمه بنطقها كده uncle، مش انكل، uncle. بقى تساوي عمي او خالي، يعني اخو ماما او اخو بابا اسمه ايه؟ uncle. مين كمان؟ اكيد اختي. اختي يعني ايه؟ يعني sister. كده شورت اي صا ايه شورت اي سيس، وبعدين تر. حذاري ثم حذاري ثم حذاري تحفظوا الكلمات عن طريق السبيلنج. GRANDPARENTS دي طريقه وخلصت. انا بسمع الصوت وبحط الايه؟ الحرف عشان تسهل على ابنك كتير. لكن انا احفظ السبيلنج دي طريقه عاف عليها الزمن. تمام. سيستر مقطعين، سيستر. خد بالك الاي ار قلتها ايه؟ مش قلت سيستر ولا فازر، لا سيستر سيستر. طب اخويا اسمه ايه؟ عفوا ايوه الاخ اسمه brother. نفس الحكايه الاو هنا بنطقها والتي اتش بنطقها brother. طبعا دي حاجات بديهيه لازم اعرفها. تمام. خلاص. طيب لو انا عايز اوصف ده، دي حاجه من عندي انا مش موجوده في المنهج، عايز اوصف ده، عايز اقول ده اخويا، هقول ايه؟ this is. طبعا ده بيجي وراها اسم ايه؟ مفرد. this is my father. ركز معايا، احنا بنعمل المحادثه منين؟ بنعرف نكون جمله منين؟ بنعرف نعمل باراجراف منين؟ من الحاجات دي. this is my father، ده بابايا. this is my mother،
this is my uncle, this is my sister, this is my brother. طيب parents جمع و grandparents جمع. تمام؟ هقول ايه؟ جمع this these. خد بالك ما اسمهاش these. these الاس جايه بين حرفين متحركين بنطقها ز. these these مش these these. ها والاز طبعا احنا قلنا الار بتيجي مع مين؟ برافو عليك. تمام؟ مع الجمع. these are my parents. دول والدي وايه؟ والدتي. او these are my grandparents. حاجات مهمه جدا جدا، بديهيات المحادثه وبديهيات الايه؟ الباراجراف. طيب ابن خالي او ابن عمي او ابن خالتي اسمهم ايه؟ اسمهم cousin. مش صعبه ولا حاجه. تعال اما اقول لك الاو هنا مش تنطقها، والسي صوته ك، واليو صوته ك، والاس جايه بين حرفين متحركين. وعندي قاعده بتقول لي الاس لما تيجي بين حرفين متحركين انطقها ز، تبقى ك شورت اي زن. زن مقطعين كازن. ما مين بقى؟ ابن خالي، ابن خالتي، ابن عمتي، ابن عمي، ابن خالة عمة بابا، ابن خالة هو ده كلهم بيندرجوا تحت ايه؟ ماي كازن. كازن. تمام؟ دي الكلمات اللي في الدرس. هنقولهم تاني. my family، grandparents، خد بالك دي بعمل لها دروب. grandparents، grandpa، grandma، parents، father، mother، uncle، sister، brother. انا بشرح بسرعه عشان الفيديو مش طول، عشان اللي حابب يكرر ويعيد ويرجع تاني بالسهم مش مشكله، لكن اطول الفيديو انا ما بحبش الفيديو يكون طويل. هنا بقول لي listening and speaking، الاستماع والمحادثه. listen استمع، read اقرا، and role play وتبادل ادوار. طيب نمبر 1 good evening. اول حاجه عندي في المحادثه انا بقابل واحد بالليل لازم احييه. ايه هي تحيه بالليل؟ بالليل بنقول good او good evening. خد بالك الجي هنا ما بقولش evening، لا اعمل دروب، احبس الهواء بتاع الجي. good ما اسمهاش good، اكسر الاو شويه. good اي لونج اي ساكن اي في evening. good evening يعني مساء الخير. تمام؟ طب لو انا الصبح هقول ايه؟ هقول good morning. شاطر. طيب لو انا الظهر هقول good after noon. طبعا دي حاجات لازم تعرفها. اي نعم الكتاب مش جايب عنها حاجه، لكن لازم تتشرح بالطريقه دي. لازم المدرس يكون ليه اضافات في المنهج. good evening، good morning، good afternoon. نون يعني الظهر، afternoon بعد الظهر. تمام؟ وبالليل خالص وانا داخل انام اسمها ايه؟ good night. تكتبهم عندك في الكراسه واحفظهم، عشان ادي حاجه اهوت. خدنا حاجات كتير النهارده في المحادثه، لان الدرس فيه محادثه. لازم تحط جمل محادثه للطفل واستخدمها معاه في البيت. استخدم معاه هو داخل ينام اقول له جود نايت مع السلامه. المغرب اقول له جود ايفنينج. الظهر اقول له جود افترنون. اهم حاجه في الانجليش الممارسه. الصبح اقول له جود مورنينج. تمام؟ لازم استخدم ده. تمام؟ هنا عيلتين بيقابلوا بعض في الحديقه، بيقابلوا بعض قبل المغرب، فلازم يقول التحيه ايه؟ جود ايفنينج. فهو رد عليها يقول له جود ايفنينج، نفس الحكايه. طيب نمبر 2 قال له، او نمبر 3 قال له this is my grandpa. زي ما قلت لك this is بيجي وراها اسم مفرد وحاجه قريبه مني. this is my grandpa مفرد، فبقول له ده جدي. تمام؟ نمبر 4 قال له these are my friends. البنت بتعرف جدها على اصحابها الجداد، قول له these are my friends. دول اصدقائي. friends مش friends، نفس الحاله. هنعمل دروب للدي friends. تمام؟ نمبر 6 او نمبر 5 قال لها this is my cousin. this is my cousin. ده ابن ايه؟ ابن عمي او ابن خالي. تمام؟ he is 5 years old. خد بالك حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا بستخدم مع العمر verb to be. بتكلم عن نفسي I am 36 years old. طب هو بيتكلم عن ابن عمه. ابن عمه ده ايه؟ ولد، والولد هنستخدم ليه ايه؟ هي، واللي هي بتاخد ايه؟ is. يبقى he is عنده كام سنه؟ 5. he is 5 years old. هو عنده 5 ايه؟ سنين. تمام؟ طيب نمبر 6 these are my parents. وقال له دول مين؟ دول these are my parents. دول ايه؟ والدي. درس سهل جدا جدا، لكن لازم تحط الاضافات دي.
لازم تحط الاضافات دي. تمام. طب المعاصر انا بحبه جدا جدا عشان بيفصص الحاجات. هنا جايب لي language يعني اللغه اللي هو القواعد. بيقول لي to introduce people عشان تقدم حد لحد. انا وانت ماشيين، او انت ووالدك ماشيين في الشارع وقابلك صديقك ما يعرفش باباك وباباك ما يعرفش صديقك، فبتقدمه لبعض. هتقول لصديقك this is my father، وهتقول لباباك this is my friend آدم مثلا، ده ايه؟ صديقي ايه؟ آدم. تمام؟ طيب احنا قلنا ايه؟ this is اسم مفرد قريب مني، حاجة قريبة مني مش بعيد. طب لو الجمع هقول these are my friends، these are my parents، لازم يجي وراها اسم جمع. تمام يا مستر؟ تمام. this بيجي معاها ايه؟ is، وthese بيجي معاها are. الاس بيحب المفرد والار مع الايه؟ مع الجمع. تمام؟ هو ده الدرس الاول، وده اللي مطلوب منك في الدرس ده. الدرس فيه ان شاء الله حاجه تانية اللي هي the present simple tense. the present simple tense اللي هو ايه؟ زمن الماضي ايه؟ البسيط. تمام؟ ده هنسيبه ان شاء الله، هشرحه مع الدرس الجاي لان الدرس هيبقى طويل شويه واحنا بنسخن لسه للمنهج الايه؟ للمنهج الجديد. اشوفكم ان شاء الله على خير. لو حابب تستفسر عن كورس المناهج ان شاء الله هنبدا في نص 8 او في 8، والحجز شغال من دلوقتي. ابعت رساله على الواتس، سيبك اللينك تحت الفيديو. الواتس مباشر، هكلمك مباشر واعرف ظروف الطفل ايه، ونشتغل باذن الله او نحجز للمناهج باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.